مش هتصدق الولد ده عمل ايه مع امه. دي كريستين بريستون، ام ل3 اولاد، مطلقه وهي اللي بتربي اولادها ال3، لكنها كانت بتعاني من مشاكل ماديه كتيره جدا، لدرجه ان اولادها كانوا بيشوفوها اثناء ما ترجع من الشغل تدخل اوضتها وتقعد تبكي من كتر التعب، لانها كانت بتروح الشغل بتاعها وبترجع مشي. فبيوم ابنها ده واللي اسمه ويليام شافها وهي بتبكي ودخل عليها وقال لها ما تزعليش انا هشتري لك عربيه. فالام هديت وحضنته وابتسمت، لكنها ما كانتش مصدقه لان هو لسه طفل صغير. لكن الحقيقه عكس كده تماما. ويليام كان عنده جهاز اكس بوكس مشتريه ليه ابوه قبل ما يسيبهم، فبالصدفه اثناء ما كان قاعد على الفيسبوك شاف واحده عرض عربيتها بسعر رخيص جدا للبيع، فقرر ان هو يدخل ويكلمها ويقول لها ان انا ممكن ابدل معاكي العربيه بالاكس بوكس بتاعي. فعلى طول صاحبه العربيه فضلت تضحك لان سعر الاكس بوكس رخيص جدا مقابل العربيه، لكن فضل ويليام يتكلم معاها ويشرح لها ظروفه لغايه ما صاحبه العربيه دي اتعاطفت معاه وقررت فعلا انها تاخد الاكس بوكس مقابل العربيه. وزي ما انتم شايفين راحت لبيت ويليام خرج امه وفاجئها بالعربيه، واللي حرفيا ما كانتش مصدقه ان ابنها فعلا قدر ان هو يعمل كده. وكمان فيديو الام كريستال نزل على صفحات كتيره وانشهر بشكل كبير، لدرجه ان الناس عملت لها حمله جمع تبرعات وقدرت من خلالها انها تجمع اكتر من $13,000. وفي النهايه الام اخذتهم وحالتها الماديه اتحسنت، وكمان الاكس بوكس رجع لويليام لانها جابت له غيره.